بس يا زلمة الموسم الرابع برعاية شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل. بس يا زلمة اضحك من قلبك، ما تحبس حالك في الهم، فرفش كركر على الضحكة، من ضحكة قلبك ما في أهم. بس يا زلمة اضحك من قلبك، ما تحبس حالك في الهم، فرفش كركر على الضحكة، من ضحكة قلبك ما في أهم. بس يا زلمة بنعدي للموج الحزين اللي لسه بتسمعها، يا زلمة فن كوميدي بيعالج قضايا مجتمعنا. مرحبا، يعطيكم العافية. فاليوم بدنا نحكي مع بعضنا عن دكتور الجامعة. رسالة إلى كل دكتور في الجامعة، صدقني سبب الفجوة ما بينك وبين الطلاب إنه أنت فاهمهم غلط. جرب تفهمهم صح مرة واحدة، كل المشاكل حتنحل. أنت إذا كنت مفكر لما تعصب على الطلاب في المحاضرة وتحرض وتقول لهم الدرس مشروح وتسيب المحاضرة وتطلع، وفي هذه اللحظة تفكيرك في الطلاب بكون غلط. اوعى تفكر حيموتوا ولا يبكوا على الأطلال. والدراما التركية اللي أنت عاملها في اللحظة هذه بتخشش عليهم، هدول مخرجين سينما. صدقني يا دكتور، انت في اللحظه هذه بتكون بتفكر في الطلاب تفكير غلط. اوعى تفكر انهم يبكوا على الاطلال. تعالي تختلف اختلاف جوهري عن الاعلان يا شباب. الاعلان هو ايش فيها شمت يا احمد؟ ايش بتنتع سياره؟ ايش المسخره هاي وانا بشرح؟ عارف ايش اللي مزعلني في الموضوع؟ انه انتوا اتفه اثنين، لو اثنين عليهم العين حكوا انا ما زعلتش. الدرس مشروع، لا مشروع الدرس. واقول لكم شغله، الدرس هذا جاي في الامتحان. لا ولا كلمه. خلاص. القرف شويه طلاب فشله بيجوا بخربوا الدنيا كلها على. بس ايش ذنب باقي الطلاب؟ يعني المحاضره مشروحه، دافعين رسوم واهاليهم وقصص. عايزين اكيد الطلاب زعلانين جوا، بعيطوا متضايقين. متضايقين، استغفر الله. لا خلينا ارجع لهم اشرح لهم تاني. لا استنى يا دكتور، استنى قبل ما ترجع على القاعه، حاب اقول لك شغله واكد المعلومه كمان مره. التفكير اللي انت بتفكره في الطلاب تفكير خاطئ. لما انت تحرد وتقول الدرس مشروح وتيجي طالع، اوعى تفكر الطلاب في اللحظه هذه بيزعلوا. لا يا حلول اللي بيزعلوش. اوعى تفكر الطلاب في اللحظه هذه بيكونوا نفس المود اللي انت مفكره. انت بتكون في حماده وهم بيكونوا في حماده تاني خالص. ولا كلمه. خلاص الدرس مشروع، بدكم تتربوا. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم. متضايقين، استغفر الله. لا خلينا ارجع لهم اشرح لهم تاني. لا خلينا افرحهم. شغاله كده جوه عيوني، اعمل ايه ما الناس حسدوني، شافوا الشقاوه والطعامه، دخنا منك تعبنا. ايش يا دكتور؟ تفكر الطلاب حيعيشوا مسلسل سنوات الضياع وراه؟ بالعكس، قمة الانتصار كانت في الجملة المشهورة تبعتك، الدرس مشروع. لمعلوماتك يا دكتور بدي احكي لك كلمة جارحة. احيانا الطلبة بتحدوا بعض مين فيهم يخلي الدكتور يحكي الكلمة المشهورة تبعته الدرس مشروع، بتراهنوا على فطور في الكافيتيريا تبعت. ايوه في الكافيتيريا تبعت. في بعض الدكاترة في ما بينه وبين العلامة 90 سوء تفاهم، في اختلاف في وجهات النظر، لا يمكن يقدر يحط لطالب 90 80. حتى انت لو كنت حالل صح وكاتب كل شيء ممتاز، نفسيا الدكتور لا يستطيع ان يضع لك 90. في بعبع جواه صغير بيمنعه يحط 90. كلمة 90 في حياته ممنوعة. ابنه اذا جاب 90 بقتله.
يا زلمه بس تفتح معك الدنيا تفتح 92 ومع الدكتور محمود. انا نفسي مش مصدق انه حطي 95 يا راجل. اول مره حدا ينصفني عن جد. مرحبا. اهلا دكتور محمود. ان شاء الله مبسوطين خير ايش فيه؟ ليش مالك مبسوط يا احمد؟ جبت 92 معك يا دكتور. وانت مالك مبسوط؟ يعني اكيد واحد حط لي 95 يا دكتور بديش اكون مبسوط. ليش مبسوط؟ لا هاي 95. انا مصدوم يا دكتور. 92 هذه 92. شكرا لا استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ريتني قريت المعوذات قبل ما انام. كابوس الحمد لله. ايش يقولوا عن الدكاترة؟ معاي أنا في المادة تبعتي ياخذوا 92 و95 معاي أنا. يا الله ايش عملت في حياتي عشان هيك تعاقبني يا رب. والله لا ارجع انام واعرفكم مين وهيداكني زي واحد فيكم يصح. يا الله. يعني انا اللي مسافر اقسم بالله انا مسافر يا رجل 92 عشان 92 عارف 92. مبسوط احمد؟ اسد قديش ماخذ انت قلت لي؟ ايش اسمك كامل؟ احمد ابو عاصم. احمد مستوى؟ ثالث. 95. مين؟ هشام ايش؟ انتوا وصلتوا مستوى ايش؟ شكرا. بالك انت ظبطت في المواد الثانيه صح؟ حط لنا 20 ب 20 في النشاط. احمد ابو عاصي وهشام عدنان. نزل واحد فيكم عدى السنه. الدكتور طالما بحطش 90 فالطالب ايش بده يعمل عشان ياخذ في الماده 90؟ فبده يضطر يدرس كل حاجه في الكتاب بما فيها الجلده عشان ياخذ 90، فبضلوا ماسكين 24 ساعه يدرس 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 عشان يحط اكبر كميه من المعلومات وين؟ في ورقه الامتحان. فالطالب ثاني يوم في الامتحان انت بتحسه بحطش معلومات، بتحسه برجع كل المعلومات اللي درسها على ورقه الامتحان. دكتور خلصت. فالطالب صار يحس الدكتور بصلح الامتحان على وزن الورقة، على ربربتها. ايه خلينا بتصحيح الامتحانات، هاي الاشي مش بسيط. هشام بس كاتب ورقتين. خلينا نشوف الميزان، والله شغلتنا زي الذهب حساس. اوف 10 هذا مش كاتب اشي يا هشام، وبكره بتصيح وبتقول لي ابوي وضع 10 من 100. هشام خليل ورقتين برضه بس كاتب خليل كاتب بسم الله 80 يا خليل. انت الميزان تشجع معك 80 من 100. التفرقة العنصرية عند بعض دكاترة الجامعات لم تتوقف بس يعني على اشياء علامات ولا شيء، كمان تطورت الموضوع على حاجات اكثر من هيك. فلو في عندك طالب بده يراجع ورقة الامتحان عند الدكتور في هذه اللحظة بتنقح عليه كرامته، بصير الموضوع صار مبيت، بحس انه في غلط، انه هو مقصود في القصة، بحس انه في ازمه، في خلل في المنظومه الكونيه، انه انت كيف تيجي تراجع عند الدكتور؟ انت هيك بتتهمه في كرامته، انت هيك اهنته. الدكتور هيك بكون موقفه لما طالب بده يراجع عنده. شايف يا شروق ظلمني الدكتور، حط لي 80 المفروض انا اخذ اكثر من هيك. معقول بس 80 كثير قليل. طب ايش رايك نروح نراجعه؟ صح يلا مش نروح نراجعه. نفسي افهم انا يا حاتم ليش الاستاذ بيعمل معي هيك؟ حط لي 60 يعني غش وغشيت برشيم وبرشمت. انا باخذ اكثر من هيك يا حاتم. طب ايش اعمل يعني؟ ايش اعمل انا؟ نروح نراجع. فكره يلا. نعم يا حبيبي بدك اراجع لك؟ سيبك من اللي قرا في بشلاحه. ها انا غلطان معك في 20 علامه ولا خلك كنت عامل في مخبر؟ وجهك ان شفته في كل الجامعه حشنقك حنتفه. قوم راجع لي قال. اما البنت لما بدها تراجع احكي ولا انتوا عارفين؟ طبيعي لما تخلص المحاضره الدكتور يطلع والطلبه وراه، وطبيعي جدا هذول جايين يدرسوا انه يسالوا الدكتور بعض الاسئله، فبتلاقي الطلاب بيجروا ورا الدكتور عشان بدهم يسالوه. دكتور بس سؤال، ايش الفرق بين الدعايه والاعلان؟ يا دكتور بس الطلاب في هذه اللحظه بتحسهم اي حاجه الا الطلاب. الله قربت بدك تعرض وتصير هاي الله يطعمك تجنن الجاكيت يا الله يطعمك تجنن. برجع بعيد وبكرر انه انتم كدكاتره فاهميننا غلط، يعني انتم لو تفهموا الطلاب صح بتصير الفجوه اللي موجوده تروح، فحاولوا يعني افهمونا. وبرجع بكرر بعض الدكاتره يعني مش كل الدكاتره، خاصه في العلامات هاي بتمثل لهم قصه كرامه شخصيه. يعطيكم العافيه والف سلامه كل دكتور.